مبروك مبروك. هي دي البدايه. بس كان عندنا النهارده ملف الميه، ولكن الاهلي يا جماعه بسم الله ما شاء الله. بالمناسبه كنا احنا نستحق نلعب النهائي قدام السيتي بصراحه، ولكن خلاص ربنا كرمنا وعملنا مباراه امبارح ولا اروع. اوراوا الياباني امبارح 4-2، مش جون، 4-2. الاهلي امبارح بسم الله ما شاء الله. وقبل ما نروح للاستاذ طارق قنديل كمان، نادي الاهلي تاريخ يا جماعه. اهلي مصر، الاهلي افريقيا. انفانتينو عارف كل لعيبه النادي الاهلي لانه كل شويه بيكرمهم بسم الله ما شاء الله. يروح افريقيا يلاقي النادي الاهلي، يروح ابو ظبي يلاقي الاهلي، يروح جده يلاقي النادي الاهلي، يروح مش عارف هو النادي الاهلي. هو مفيش غير النادي الاهلي؟ هو مفيش غير الاهلي اللي انا عمال اكرم والشناوي ويحضن الشناوي ويسلم على معلول ويشكر معلول وبيرسي تاو. وكمان المفاجاه كوكا يا جماعه. كولر جاب لنا لاعب حديث اكتشاف. كوكا ده عمل، هو ده الفارق معانا امبارح. ما كانش موجود يوم ماتش البرازيل نادي فلومينينسي البرازيلي. فرق معانا، رجع امبارح تاني فبقى كوكا النص يا جماعه. مين بقى هنا ولا اروع؟ والاهلي وتقاليد النادي الاهلي. رئيس مجلس اداره كابتن خطيب موجود، ولكن لا، رئيس البعثه مين؟ خلي مرتجي. اتفضل يا خالد تقدم. يا كابتن بيبو لا، زي ما عملها قبل كده مع حسام غالي. هو ده النادي الاهلي. خطيب قاعد وخالد مرتجي اللي واقف جنب انفانتينو وجنب وزير الرياضه السعودي وجنب رئيس نادي مانشستر وجنب نائب البرازيل. يعني تقدر، هو ده يا جماعه النادي الاهلي، تقاليد النادي الاهلي. شوف انفانتينو عامل ايه مع الشناوي، بيحضن الشناوي. هو انا كل شويه الشناوي بلاقيك كل وزير الرياضه السعودي واشقانا طبعا سيتي وخالد مرتجي وحضن الشناوي حضن من الملايين بصراحه عشاق النادي الاهلي. محمد هاني الجناح الطائر، محمد هاني حكايه مونديال كاس العالم بصراحه الانديه. كل نادي الاهلي نجوم، بنقول لهم مليون مبروك. ولازم نشكر اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه بصراحه. تنظيم اكثر من رائع، بطوله ولا اروع. المملكه العربيه السعوديه قدمت لنا واحده من افضل البطولات تنظيما واخراجا وتصوير كل شيء بصراحه. السعوديه عامله تنظيم رائع وحضور رائع، حضور جماهيري رائع، ووجود كمان زي ما بقول لكم. يعني انت الاهلي بيلعب في بلده بصراحه. يعني الاهلي بيلعب في مصر مش في السعوديه، لان احنا هم حاجه واحده. ونجاح السعوديه هو نجاح لمصر، ونجاح مصر هو نجاح للسعوديه. فيش احنا الاثنين زي ما بقول لكم كده، يعني بلدين شعبين بيحبوا بعض. ولا اروع استاد الجوهره امبارح، ولا اروع. يعني البطوله والنهائي امبارح. طبعا امبارح السيتي كالعاده التوقعات كلها جوارديولا وابطاله طبعا امبارح يعني كسبوا 3، كان ممكن يكسبوا 5-6 امبارح. لعبوا بنص اللياقه بتاعتهم امبارح السيتي امبارح. ولكن مبروك تاني النادي الاهلي، مبروك جمهور النادي الاهلي. لعبته كلهم ابطال، كهربا والشحات وامام عاشور والشناوي وعلي معلول. ايه السحر اللي عمله امبارح علي معلول ده؟ الجون الاول الثالث والرابع ما شاء الله. علي معلول امبارح مفيش بعد كده غير علي معلول. حب النادي الاهلي، عاشق النادي الاهلي علي معلول. بيلعب قلب اسد علي معلول اللي عمله امبارح وكل الماتشات. ياسر ابراهيم امبارح يا جماعه بيسجل جون الثالث ومشاركته في المونديال. كولر امبارح وماسك عالم النادي الاهلي وعمال يجري ولاعب. هو كولر الناس بتتكلم عليه، كولر العالمي غير كولر المحلي. ده حكايه سر عجيب جدا. كولر اللي عمله امبارح والماتش اللي قبله واللي قبله لا، حكايه تانيه خالص غير لما يلعب في الدوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواننا الاهلاويه في كل مكان. الف مبروك ولايك واشتراك وبارك الله فيكم، وما تنسوناش باللايك. بارك الله فيكم مره تانية. طبعا فرحه هستيريه من احمد موسى بالنادي الاهلي واللي حققه النادي الاهلي في البطوله العالميه اللي محدش خشاها من مصر غير النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي مشرف الكره المصريه في كل حته على المحافل العالميه والافريقيه والمحليه. النادي الاهلي يا ساده احسن فريق في افريقيا، فريق عالمي بجد بكل المقاييس، لعيبه عالميين، مدرب عالمي. الف مليون مبروك للنادي الاهلي. رد ناري من احمد موسى على المشككين في كولر، مشككين في لعيبه النادي الاهلي، محمد هاني وامام عاشور وغيرهم وغيرهم وغيرهم، امثال رضا عبد العال وبقيه الشله اياها اللي بتهاجم دايما النادي الاهلي. الف مليون مبروك لكل اهلاوي اصيل، الف مليون مبروك 100 مره. وان شاء الله بطوله السوبر اللي جايه سنحصدها باذن الله، وتكون
ختام موفق لبعد برونزية العالمية. إن شاء الله الأهلي يلعب بكل قوة في هذه البطولة رغم الإجهاد، رغم السفر، رغم إنه فريق ما بيرتاحش أبدا، لكن إن شاء الله رجالة وهيتنهم دايما رجالة، ورجالة الأهلي هتفرح جماهير النادي الأهلي في كل مكان. نتمنى إن شاء الله كل مؤازرة من جماهير النادي الأهلي للنادي الأهلي، وما نساقوش وراء الأفاقين اللي بيهاجموا النادي الأهلي على طول الخط وعايزين يعملوا أي فركيشة داخل النادي الأهلي ويضغطوا على إدارة النادي الأهلي عشان يمشوا واحد زي كولر أو يمشوا بعض اللعيبة. في لعيبة محتاجين إنها تمشي، وفي استقدامات محتاجين نجيبها في أقرب فرصة، ونطور نفسينا بسرعة عشان خاطر نخش 2024 بصورة قوية وقوية جدا، ونستعد اللي جاي بإذن الله. كنت أهلاوي أصيل، إن كنت من عشاق الرياضة المصرية اوعى تنسانا بلايك واشتراك، وبارك الله فيك.